بصوا الارض كلها تلج ازاي. ده تلج خرز خرز حرفيا يعني، بس تلج. على جانبين الطريق بقى تلاقي فيه ورود بقى بينك اعتقد يعني ان هو ده المنخفض الجوي اللي بيتكلموا عليه ان هو هيكون بيحصل في مصر. فيدو بقى عنده شوية كحة وبرد كده اليومين دول مخلصين عليه. صباح الخير. أول أيام شغل بعد العيد، فساعة دلوقتي حوالي 10:30 الصبح، رايح المستشفى. درجة الحرارة دلوقتي حوالي 4 أو 3، مش بحسبها بقى خلاص. يعني الأوتفيت بتاعنا النهاردة وبناكل سناكايه كده على السريع. فطرنا الصبح والدنيا كانت تمام الحمد لله. الأجواء السما مغيمة، بس يلا ان شاء الله يوم كده حلو كده وخفيف ونخلص شغلنا ويبقى لسه في شويه نور في بقيه اليوم. ممكن نروح في اي مكان نعمل اي حاجه كده بقيه اليوم ان شاء الله. يلا بينا. الورود بقى بتاعت الربيع بدأت تفتح اهي. الفترة الجاية هنلاقي بقى ورود من دي اللي شكلها حلو خالص دي. على جانبين الطريق بقى تلاقي فيه ورود بقى بينك والاصفر والاحمر والحاجات دي تبقى حلوه كده وبتدي كده روح كده في المكان، عكس ايام الشتاء اللي بتكون ممله قوي. بصراحة ما بيبقاش عندي مشكلة ان الجو يبقى برد او الدنيا تشتي في وسط ايام الاسبوع، او يعني في وسط الايام اللي انا شغال فيها، حتى لو ويك اند بس انا شغال فيه. بس عندي بقى مشكلة في اليوم اللي الواحد يبقى قاعد فيه الدنيا تبقى الجو مبقاش فيها كويس، وبقية الايام اللي انا شغال فيها تلاقي الجو فيها مظبوط وكويس، فبتبقى حاجة بتضايق يعني. فالنهارده الجو مش كويس فعادي مش مشكلة. احنا انبسطنا قوي بالويك اند اللي فات اللي هو كان العيد اصلا. وخلصنا شغل ورجعنا البيت. الدنيا وانا راجع كانت كلها شتاء جامد وكده، بس الحمد لله الدنيا تمام. يلا نجهز حاجه كده بسرعه ناكلها عشان نلحق ننام شويه، علشان الصبح ان شاء الله عندي شغل من بدري قوي. فيلا بينا اما نشوف كده ناكل ايه. صباح الخير. النهارده تاني يوم بقى بعد اليوم بتاع الشغل وكده. فالمهم يعني الجو بره النهارده تلج جدا، درجة الحرارة حوالي 0 او حاجة زي كده، وفي تلج كده بينزل زي خرز كده صغير، مش السنو، بيبقى تلج يعني صغير كده. اعتقد يعني ان هو ده المنخفض الجوي اللي بيتكلموا عليه ان هو هيكون بيحصل في مصر تقريبا النهارده. هيحصل النهارده وبكره حاجة زي كده. قالوا المنخفض الجوي بين يوم الاربعاء والخميس، فاعتقد ان الموضوع له علاقة بكده، لان هم قالوا ان المنخفض الجوي ده جاي من اوروبا، ففي الغالب هو نفسه يعني. بس يعني بصراحة لو هو نفسه، لو هو نفس المنخفض الجوي، الله يكون في عون الناس في مصر يعني، الناس اللي مش متعودة على السقعة دي والتلج ده. ففعلا الجو هيبقى ساقع قوي، وكمية الامطار فعلا امبارح كانت يعني بترخ فعلا حرفيا. الجو كان صعب قوي امبارح يعني. فالمهم بقى ايه، خلينا نعمل كوباية النسكافيه بتاعتنا ونفطر اي حاجة كده خفيفة. برضه غالب ممكن نفطر فول. بصوا هوريكم منظر كده دلوقتي. شايفين خلينا نفتح احسن يعني. بصوا الجو شمس فوق اهي تمام. بصوا الارض كلها تلج ازاي. ده تلج خرز من الساعة. شوفوا خرز عامل ازاي، خرز.
غريب قوي، خرز حرفيا يعني، بس تلج. شوفوا البتاع معبي ازاي، معبي ازاي، كله خرز. غريب قوي وجو شمس قوي. قارنوها بالفيديوهات اللي فاتت، شوفوا الدنيا عامله ازاي، كانت الجو شمس عامله ازاي والجو كان حلو ازاي، والنهارده الخرز ده عامل ازاي. سبحان الله. اصلا كنت نايم شويه وبعد كده صحيت على صوت الشتاء جامد جامد. خدوا بالكم ده المنخفض اللي جاي لكم، ده المنخفض اللي جاي في مصر، ربنا يستر. طيب احنا قررنا ان احنا هنروح الجيم شويه كده قبل الشغل بتاعي، يلا بينا. طيب احنا عملنا شوية كارديو دلوقتي خلاص وخلصت الجيم، فقدامي حوالي نص ساعة كده الحق اخد فيهم دش كده بسرعة واشرب كوباية نسكافيه وابتدي اتحرك على الشغل. الجو حاليا مشمس اهو، الارض فيها التلج الخرز اللي احنا شفناه من شوية، بس الجو بره الشمس، بس درجة الحرارة برضو قليلة قوي يعني حوالي 2-3 حاجة زي كده يعني. يلا يا دوب الحق كده انجز نفسي قبل ما اتحرك. الحمد لله خلصنا الجو. ما زلنا لسه في المنخفض الجوي اللي المفروض ان هو وصل لمصر، والدنيا غرقانه هناك خالص. طبعا هنا الناس متعوده على درجه الحراره دي وعلى الاجواء بتاعه الشتاء ليل نهار يعني، فدايما بتبقى الشوارع فيها بلعات ومصارف للميه، سواء مهما كان الارتفاع ومهما كان الانخفاض بتاع الشارع، حتى الشوارع كلها مش مستويه يعني. فدايما بيبقى في حتى في سيستم كده للمصرف نفسه بيسهل الامور يعني. فدايما مهما الدنيا تشتي شوف الشوارع هتلاقيها عامله ازاي عادي يعني. تحس ان هي مبلوله، في حاجه شاتيه فيها، بس معقوله يعني، عادي تمشي فيها، مفيش فيها اي مشكله. المفروض دلوقتي رايح على البيت ان شاء الله على طول. الواحد بطنه فعلا بتزقزق، ان شاء الله يعني يبقى فيه اكل يعني ولا حاجه كده، ندخل ندور في المطبخ في الثلاجه في اي حاجه من الدواليب، نلاقي اي حاجه ناكلها ترم عظم الواحد كده، عشان عندنا بكره ان شاء الله برضو شغل من بدري بقى خالص. فيدو بقى عنده شويه كحه وبرد كده اليومين دول، مخلصين عليه. الكحه ما بتخليهوش ينام بالليل، فربنا يستر ويعرف ينام برضو كويس بالليل وما يقعدش يصحيني كل شويه، فما نشوف.